أعزائي الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. لكن قبل الدخول في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد عن أخبار المغرب. والآن إلى التفاصيل. على غير المتوقع، لم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 فبراير الجاري المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية، ومن المرتقب أن تنتهي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي في 28 من فبراير الجاري، وأن عدم تمديد الحكومة لحالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم سيضع حدا لها ابتداء من 28 فبراير الجاري، وأن رفع حالة الطوارئ الصحية سيتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى مرسوم جديد، مبررا وأن الحكومة يمكن أن تعلن حالة الطوارئ الصحية جديدة بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك. كما أن تحسن الوضعية الصحية الوبائية للمغرب دفع الحكومة إلى عدم تمديد حالة الطوارئ الصحية، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات. وتنص المادة الثانية من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على أنه يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جامعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.